السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك في لحظة جديدة من لحظة طمأنينة. بلاش مقارنة. في إحساس كده بيجي فجأة، تبص حواليك شوية وفجأة تحس إنك متأخر. الناس بتجري وإنت واقف مكانك، ومن غير ما تاخد بالك بتقع في المقارنة. المقارنة شكلها بسيط بس جواها نار. تبص لحد ناجح فتحس إنك متأخر، تبص لحد أغنى تحس إنك أقل، تبص لحد أحسن في عبادة تحس إنك مش كفاية، مع إن الحقيقة إنت مش ناقص، إنت بس بصيت لغيرك كتير. ربنا خلقنا مختلفين عن قصد، اختلاف مقصود. ربنا ليه حكمة في الاختلاف. قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. يعني التقسيم مش عشوائي ولا ظلم، ده تقدير من رب حكيم خبير بكل شخص، وإيه اللي يصلحه وإيه قدراته وإيه اللي عنده مميز، لأن كل شخص مميز في حاجة. وربنا قال سبحانه وتعالى كمان: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. يعني ما تخليش عينك تفضل ممدودة، لأن العين الممدودة بتسرق رضا القلب. ربنا مش بيقارن عباده ببعض، ربنا بيبص لقلبك ولأعمالك وللتقوى لكل إنسان لوحده. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هو عايز صدقك مش سباقك، ولا إن أنت أحسن من مين، ولا فلان أحسن من فلان، ولا أنت بص لغيرك. عايزك تروح لنفسك. منين بدأ الموضوع ده؟ للأسف إحنا كتير اتربينا على المقارنة. بص لفلان، إيش معنى أخوك أحسن منك؟ إيش معنى صاحبك أحسن منك؟ لازم تبقى زيه أو أحسن منه. من وإحنا صغيرين بدل ما نتعلم نبص جوا نفسنا ونفهم إحنا مين وقدراتنا إيه وإحنا مميزين في إيه، اتعلمنا نبص لبره ونقيس نفسنا بالناس مش بنفسنا. ومن هنا بدأ أول خلل. المشكلة كبرت مع الوقت، واحدة واحدة بقينا مش شايفين نفسنا أصلا غير من خلال عيون الناس. قيمتنا بقت مرتبطة بمين سبقنا ومين أحسن منا. وفي ناس الموضوع كبر معاهم قوي لحد ما بقى جواهم حسد وغل ومقارنة طول الوقت. ليه هو؟ إيش معنى أنا لأ؟ من غير ما يحسوا قلوبهم تعبت، لأن هم ليل ونهار في مقارنة، سواء على السوشيال ميديا أو في اللي حواليهم. المقارنة بتعمل إيه؟ لو قارنت نفسك بحد أحسن منك ممكن تحبط، ولو قارنت نفسك بحد أقل ممكن تتكبر. في الحالتين خسرت السلام بتاعك الداخلي. وعشان كده حددها وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يعني المقارنة الوحيدة المفيدة هي اللي تخليك تشكر، مش اللي تخليك تتحسر وتتأخر. وفي الدين للأعلى عشان تجتهد في العبادة، مش عشان تحسده ولا تقلل من شأنك ولا تحقر أعمالك الخير، ولا تحقرن من المعروف شيئا. الحقيقة اللي بننساها: الدنيا دي مش جنة ولا دار راحة كاملة، دي دار ابتلاء وقدر. كل واحد واخد حاجة ومتشال منه حاجات. في حد عنده نجاح في حاجة بس شايل هموم في حاجات تانية، وحد مرتاح في حاجة وتعبان في عشرات الحاجات. انت شايف لقطة من جزء صغير مش القصة كاملة. فليه تحكم على نفسك بمقارنة ناقصة؟ لأنك جاهل أصلا بكل القصة الحقيقية والكاملة. ربنا قال لينا إيه؟ ولا تمدن عينيك، لأن العين لما تفضل ممدودة القلب عمره ما هيكون راضي. وقال كمان: ولئن شكرتم لأزيدنكم. يعني الطريق مش إنك تبص لغيرك، طريق إنك تبص للي في إيدك وتحمد ربنا عليه عشان يزيدك من نعمه. المقارنة بتسرق إيه؟ تسرق رضاك، تسرق سلامك الداخلي، تخليك طول الوقت حاسس إنك أقل
أو خايف إن حد يبقى أحسن منك. وفي الحالتين صدقني خسرت راحة قلبك وسلامة بالك. تعمل إيه؟ بدل ما تفضل تبص لغيرك ارجع لنفسك، اسأل أنا عندي إيه؟ أطور إيه؟ واصلح إيه؟ ركز في نعم ربنا عليك حتى لو بسيطة، ركز في عيوبك عشان تصلحها مش عشان تكره نفسك، وركز في مميزاتك عشان تطورها وتخليها حاجة تحمد عليها. كل واحد رحلته مختلفة تماما وعنده قدرات مختلفة تماما. حد بدأ بدري وحد لسه بيبدأ، حد ظروفه سهلة وحد شايل هموم كتير. اللي تعرفه عن الناس 10%، واللي 90% اللي ورا الكواليس. ربنا بس اللي شايف الحياة كاملة، فليه تحكم على نفسك بصورة كاملة وانت شايف جزء صغير عند الناس؟ زي ما قلنا انت شايف جزء بسيط من القصة الكاملة. المقارنة الصح قارن نفسك بنسختك امبارح. كنت أقرب ولا أبعد عن ربنا؟ ولا لسه بتجري ورا كل حاجة؟ خد خطوة خطوة. كنت أهدى ولا متوتر أكتر؟ ولا لسه تايه؟ المؤمن الحقيقي بينافس مع نفسه مش مع الناس. قال تعالى فاستبقوا الخيرات، مش قال استبقوا بعض. مش ان انت تفضل تجري وخلاص. رسالة ليك، لو المقارنة تعبتك اقفل الباب ده وارجع لنفسك. قول يا رب ارزقني الرضا بنصيبي والبركة في حالي، وما تخليش عيني تفضل بصة لغيري وممدودة بره. انت مش ناقص وانت مش متأخر، انت بس محتاج تبص لنفسك اكتر من الناس، لأن اللي بيبص لنصيبه بيرتاح، واللي بيبص لنعم ربنا بيشكرها فبتزيد، واللي بيبص لغيره بيتعب وبينهار. لو حسيت ان الكلام ده محتاج حد يسمعه ابعتهوله، واكتب في الكومنت ايه اكتر ميزة شايفها في نفسك. والحلقة الجاية هنتكلم عن الدواء الحقيقي للمقارنة، القناعة، لأنها الراحة اللي بندور عليها. واكتب في الكومنت اللهم ارزقني الرضا، واشترك في القناة وفعل الجرس. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد على نعمك وأفضالك التي لا تعد ولا تحصى. اللهم لك الحمد ملء السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أن ملء السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد ملء كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عنا وارضنا واعطينا وابهرنا بعطائك، وبشرنا بما يسرنا، وادخل على قلوبنا الفرح والسرور والسعادة، ولا تجعلنا ممن يمد أعينهم إلى غيرهم يا رب، واجعلنا ممن ينظرون إلى أنفسهم يرضون ويقتنعون بعطائك يا رب العالمين، واجعلنا من الشاكرين لنعمائك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أصغر من ذلك فنهلك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد. وشكرا ليك، وصلي على اللي هيشفع لك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.